بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وهعرفكم على التعديلات اللي انا عملتها في شقتي، في شقة الاسكان الاجتماعي. اول حاجة عملناها ان انا طبعا شقتي دور ارضي، فكان في البلكونة اللي هي بتاعت الخدمات باب حديد. فانا اخدته، خليت الحداد اعدله وحطيته لباب الشقة عشان يبقى امان وكده. العلبة دي موجودة ورا الباب، هم طبعا عاملينها علشان خاطر احط فيها الراوتر والوصلات بتاعة الانترنت وكده، وبصراحة دي حركة كويسة قوي. دي بقى لوحة المفاتيح بتاعة الكهرباء، وهم ما شاء الله كل زرار كاتبين تحته بتاع ايه، بتاع الغرفة، بتاع المطبخ كده. فدي يعني ايه برضو حركة كويسة، بحيث لو انا عايزة افصل حاجة ابقى عارفة. طبعا الشقة متبهدلة جدا، لان طبعا فيها تعديلات وتكسير وزي ما انا هوريكم ان شاء الله بإذن الله. فانا كنت جايبه سيراميك اللي كان في كراتين، ده كان سيراميك انا جايباه جديد للحمام. وفي سيراميك تاني كان موجود عند والدي وكده. فانا جه في دماغي كده فكره اعملها. فالحمد لله اقترحت الفكره على زوجي، وهو برضو يعني ايد الفكره وقال لي خلاص مفيش مشكله. فانا قلت ايه، هجيب السيراميك ده وهعمل بيه ايه، هعمل بيه البلكونه الصغيره بتاعه الخدمات، هعملها سيراميك بحيث برضو تبقى انضف واحسن، وانا اصلا هقفلها. هنا برضو كنا جايبين الاسمنت والحاجات السباكة اللي السباك طلبها مننا. جبناها له وجهزناها له، بس طبعا يعني مش المشكلة هنا في يعني مواعيد العمال او الصنايعية. هنا برضو انا كسرت الحيطه بتاعه المطبخ زي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديو، ان انا هكسرها خالص كده، وسبت بس ايه المسافه اللي انا احط عليها الرخام. وكسرت الحيطه بقيه الحيطه، وشلت الباب. وطبعا جبت الكهربائي زود حاجات في الكهرباء، يعني عمل لي مدلي الوصله دي بحيث يخلي الكوبس بتاع الكهرباء يبقى بره المطبخ كده، علشان خاطر طبعا المكان اللي هو فيه احنا نزلناه. كان الاول الكوبس بتاعه من جوه، دلوقتي خليناه بره زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى على فكرة حلوة قوي، انا يعني برضو اقترحتها على زوجي. قلت له عايزين ننقل الباب الخشب، الباب الالموتال اللي في البلكونه الصغيره، اعمله للحمام، احط الباب الحمام. والباب ده طبعا ايه، ده بتاع المطبخ اللي احنا شلناه ركبناه هنا مكان الباب الالموتال. هنا برضو السباك عمل لي وصلات كده علشان خاطر احط الغساله هنا، والكهربائي زود لي هنا برضو وصله عشان خاطر فيشه الكهرباء بتاعه الغساله. وركبت الحديد وقفلته قفلت البلكونه حديد. وكان طبعا في سور في النص كده، طبعا احنا شلناه، سويناه كله بالارض، وشلنا السيراميك اللي كان معمول عشان خاطر ايه، تبقى يعني نسيراميكها كلها تبقى لون واحد وميه واحده. والجزء اللي كان موجود في النص كده كان عليه حديد طبعا، فاحنا خلينا الحداد عمله لنا في السقف كده، عشان خاطر برضو بعد كده هنقفل السقف خالص. كل ده عشان خاطر تبقى امان، لان الغرفه دي يعني انا عامله زي غرفه للغساله يعني. فانا ايه عايزه اظبطها، اعملها سيراميك وقفلتها حديد. وبرده الحديد ده انا هجيب اللي هو الفبر ده وهنحطه عليه وهنقفلها ان شاء الله، بحيث ما يخشش فيها اي حشرات او اي حاجه كده. هنا بقى ده الباب الالموتال. انا يعني زوجي جاب نجار شال الباب، اللي هو ركب الباب الحديد، ركب قصدي الباب الخشب. وركب الحلق بتاع على الحمام كده قبل ما بتاع البلاط يبلط. هو طبعا عمله لنا كده، ولسه بقى بتاع البلاط هيجي لما يعمل السباكه ويبلط، هو هيعمل الحلق كده وهيبلطه وهيظبط الدنيا عليه. طبعا هو لسه مركبش بمسامير ولا حاجه، هو بس ثبته لنا كده بالخشب اللي هو محطوط في بره ده بينه وبين الحيطه بتاعه الطرقه، لحد ما اللي بتاع السيراميك يصرمك. وطبعا هيتعمل كده بمسامير بالشنيور، هيثبته على الوضع ده.
وايه، وانا طبعا كل ده هصوره معاكم وهشارككم فيه، بحيث ان اللي لسه ما استلمش او اللي لسه هيستلم او اللي عنده شقته ولسه عايز يعمل فيها تعديلات، ان شاء الله التعديلات دي هتنفعه جدا وفيها الفيديو يعني فيها افكار كتير قوي. انا طبعا معيش تكلفه ان انا اعمل باب الموتيل للحمام، فانا فكرت في ان انا ايه اخد الباب بتاع البلكونه، لان اصلا اي حد بيفكرها ان ده الباب الالموتيل ده كده باب الحمام. فانا بصراحه ما كنتش حابه اسيبه فيها، قلت طب انا ايه معيش امكانيه ان انا اعمل باب الموتيل للحمام، فانا هستغله. ولما اقترحت جوزي اقترح الفكره على السباك، قال فكره كويسه وعادي نعمله لك ما فيهوش مشكله. فطبعا ايه، وانا حاسه ان اصلا وكده كده انا عندي باب المطبخ هشيله، وباب الحمام طبعا برضو شيلته. فقلت ايه هحط الباب البلكونه الصغيره، حاسه ان هو كده احسن وافضل. فكرة الباب الالموتال برضو هتبقى يعني هيبقى الباب بيفتح لبره، هي ده بس النقطة اللي هتبقى كده. كنت عايزة اخلي الباب يفتح لجوه، بس الفرق بتاع حلق الباب ده كان هيبقى بره، يعني هو يعني الحلق ده كان هيضطر ان هو يركب لجوه، وكان الحلق اللي باين بالاسمنت ده هو ده اللي كان هيبقى طالع لبره، فطبعا ما ينفعش. فعادي مش مشكلة، هو هيبقى فاتح على الأوضة الغرفة اللي هي الأخيرة دي، فما هوش يعني مش مشكله. انا الشقه اللي انا كنت ساكنه فيها قبل كده في الشقه اللي انا متجوزه فيها كان برضو باب الحمام بيفتح لبره عادي، فحاجه زي كده انا هتاقلم معاها عليها عادي، فبالنسبه لي مش ايه ما فيهاش اي مشاكل خالص. طبعا الشقه زي ما انتم شايفين كده متبهدله، وانا ان شاء الله باذن الله ناويه اصور معاكم كل ال الحاجات اللي انا هعملها والتعديلات اللي انا هعملها في الشقه ان شاء الله باذن الله. وانا والله كنت ناويه يعني انزل الفيديو ده ومعاها السيراميك بقى بتاع الحمام لما اتعمل، ومع السيراميك بتاع البلكونه الخدمات، بس السباك يعني عمال يأجل يأجل يأجل، يعني عملنا شويه الحاجات دي وكسرنا واجل، عمال ياجل بقى يوم في يوم في يوم، وفي الاخر راح قايل لنا انا عندي ظروف وهجيلكوا على الاسبوع الجاي. بصراحه اكتر حاجه تعبانه موضوع الصنايعيه، انا بقالنا شهر عمالين ندور على صنايعيه ان هي تيجي تعمل لنا الحاجه، واتفقنا مع سباك واحد واثنين وثلاثه، وكل يقول ماشي ويجي ويشوف كل حاجه ويتفق ويقول الاسعار اللي هو عايزها، وبعد كده ما بيجيش ويعتذر او ما يردش على التليفون او نتصل عليه ويكنسل. بصراحه هنا موضوع الصنايعيه ده صعب جدا. فده جالنا وقعد اسبوع برضو يماطل وما يردش على التليفون، ولما رد وخلاص جه عمل بقى الشغل ده يوم، وبعد كده راح ايه راح مأجل بقى بصراحة. فانا ان شاء الله باذن الله ناويه اول ما الحاجه اللي هخلصها ان شاء الله باذن الله هصورها لكم كل خطوه بالتفصيل، بحيث اللي عاوز يجدد في شقته او يظبط او يعمل تعديلات ياخد من الافكار دي، وان شاء الله هتفيدكم باذن الله. بتمنى منكم لو اول مره تشوفوا قناتي تدعموني وتقفوا جنبي وتحطوا لي لايك على الفيديو ده، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا عشان ان شاء الله كل لما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. واشوفكم على خير وفي رعايه الله وفي حفظه ومع الف سلامه.